فيه مياه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أعزائي المشاهدين، إخوتي المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زلنا في قوانين القرآن، والقانون اليوم بل قوانين زيادة الرزق، ولا بد من مقدمة. الله جل جلاله ثبت ملايين القوانين في الكون. قانون الحركة ثابت، قانون السقوط ثابت، الجاذبية ثابت، خواص المواد ثابت. ملايين القوانين ثبتها الله عز وجل كي تستقر الحياة، كي يتعامل الإنسان معها تعامل مريح. فكل شيء له قانون، والقانون يعني ببعض تعريفاته علاقة ثابتة بين متغيرين تطابق الواقع وعليها دليل، ومقطوع بصحتها تطابق الواقع عليها دليل. أيها الإخوة الأحباب، هذه القوانين ثبتها الله عز وجل، ولكن حرك قضيتين خطيرتين. حرك قضية الصحة وقضية الرزق. فالإنسان قد يمرض، بل إن الإنسان حريص حرصاً لا حدود له على صحته وعلى حياته وعلى رزقه. من هنا، من خلال هذين المتحركين، يأتي التأديب الإلهي. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اليوم الحديث عن قوانين زيادة الرزق، لأن الإنسان حريص حرصاً لا حدود له على زيادة رزقه. والحقيقة إن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، إن الله هو الرازق ذو القوة المتين. ولأنه رازق وضع قواعد ثابتة نجدها في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لزيادة الرزق. فالذي يرى أنه لا بد من أن يزداد رزقه عليه أن يسلك القواعد التي شرعها الله عز وجل، لا أن يسلك طريقاً آخر، لأن هذا الرزق إما أن يكون وفق طريق غير شرعي يسمى رزقاً حراماً غير مشروع، يسبب تدهور الإنسان في الشقاء في الدنيا وفي الآخرة، وإما أن يكون رزقاً حلالاً يسبب للإنسان سعادة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الأحباب، القانون الأول تقوى الله عز وجل، أي طاعته. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحياناً كلمة مخرج توحي أن الأبواب كلها مغلقة، فحينما يتساءل الإنسان من أين المخرج لحكمة بالغة يغلق الله جميع الأبواب ويفتح باب السماء حتى يتوجه الإنسان إلى الله عز وجل. فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن كان يعاني من ضائقة مالية وهو مقيم على مخالفات شرعية، الحل الوحيد أن يتقي الله فيزيل كل مخالفة ويأتمر بما أمر الله وينتهي عما نهى الله عنه. وهذه الآية: زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق، لأنها السهم الأخير في حل مشكلات الإنسان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضائقة، يجعل له مخرجا من الضيق المادي، يجعل له مخرجا من الضيق المعنوي، يجعل له مخرجا من الإحباط، يجعل له مخرجا من مشكلات قد لا تحل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا قانون أول.
أما القانون الثاني، الله عز وجل يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أنت حينما تتوكل على الله لا بجوارحك تسعى جاهدا للأخذ بالأسباب وبعدها تتوكل على رب الأرباب، تسعى جاهدا لإغلاق كل ثغرة في حياتك وبعدها تتوكل. لذلك الإنسان ينبغي أن يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. لكن الله جل جلاله يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لكن المسلمين حينما ضعف عندهم الإيمان بالله وحينما تخلفوا عن فهم حقيقة دينهم جعلوا محل التوكل الجوارح، مع أن محل التوكل هو القلب، أما الجوارح ينبغي أن تتحرك. لذلك رأى سيدنا عمر أناسا يتكففون الناس في موسم الحج فسألهم: من أنتم؟ قال: نحن المتوكلون. قال: كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. أيها الإخوة الأحباب، قانون ثالث لزيادة الرزق إنه صلة الرحم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: